بداية موفقة لرابع كأس العالم قطر 2022 في التصفيات كأس العالم 2026 بفوزه على منتخب تنزانيا 2 مقابل لا شيء. 3 نقاط، شباك نظيفة، تسديدة ولا أروع من زياش، 50 مباراة دولية لسفيان مرابط قلب الأسد. يوم جميل مغربي بعد فوز المنتخب الأولمبي ومنتخب الناشئين والمنتخب الكبير ومنتخب الفوتسال. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أبناء وليد الرجراجي بيكملوا اليوم الجميل للإخوة في المغرب بعد فوز منتخبهم للناشئين ووصوله إلى ربع النهائي، وفوز منتخب المغرب للفوتسال في مباراة ودية على ليبيا، وفوز منتخب الأولمبي المغربي على أمريكا، وتعادل المنتخب المغربي مع المنتخب المصري في دورة اتحاد شمال افريقيا. اليوم بينتهي وختامه مسك مع حكيم زياش ويوسف النصيري. النهاردة وليد الرجراجي بينتهج اسلوب وطريقة ويعني فكر ان هو عايز ال3 نقاط. مش مهم ابدا اعطيك اداء جمالي، مش مهم ابدا اعطيك مهارات، مش مهم الجماهير تستمتع في ظل مباريات وتصفيات طويلة وشاقة، تصفيات كأس العالم، جولات وسفريات كبيرة وكتيرة. أهم حاجة ال3 نقاط، أهم حاجة تجميع النقاط، وكان الهدف اليوم هو الحصول على ال3 نقاط والشباك أن تكون نظيفة. وبالفعل بدأ المنتخب المغربي المباراة بضغط واستحواذ على الكرة. صحيح ما وصلش المنتخب المغربي إلى المرمى كثيرا، ولكن استطاع الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 3 كان ممكن يترجمها أشرف حكيمي بهدف ويتقدم المنتخب المغربي منذ بداية المباراة، ولكن لسوء حظه بتضيع الكرة وتصبح النتيجة 0-0، ونوصل للدقيقة 28 صاروخ أرض جو من حكيم زياش اللي بيصوب كرة قوية جدا جدا بذكريات مونديال قطر 2022 لتعلن النتيجة عن 1-0 لأسود الأطلس أمام منتخب تنزانيا. النهاردة الكابتن وليد الرجراجي بيحاول يلعب بتشكيلة فيها الخبرة وفيها الشباب، بيحاول يخلص المباريات من بدايتها عشان يريح لاعبيه ويبدأ يجرب لاعبين. النهاردة ياسين بونو الحارس الأمين في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكرد، الرباعي الأساسي والمستمر والمتألق في آخر السنوات. أيضا في وسط الملعب سفيان مرابط وبلال الخنوس وأمين حارس، غياب سليم أملاح وعز الدين أناحي. وفي الثلاثي الهجومي حكيم زياش وأمين عدلي ويوسف النصيري. دي التشكيلة اللي بدأ بها وليد الرجراجي. أيضا أجرى بعض التغييرات خلال المباراة، يعني مثلا خرج أمين عدلي اللي كان النهاردة مش في يومه ونزل عبد الصمد الزلزولي، خرج يوسف النصيري اللي أحرز الهدف الثاني بمساعدة المدافع التنزاني. يوسف النصيري يا جماعة من نص فرصة بيقدر يخلص أهداف، ونزل مكان يوسف النصيري أيوب الكعبي. حكيم زياش أيضا خرج في نهاية المباراة بعد مشادات وتدخلات عنيفة من لاعبي تنزانيا. صحيح تم طرد لاعب تنزانيا، ولكن لابد ان الحكم يحمي حكيم زياش، وبالفعل حكيم زياش اتنرفز وخرج عن شعوره من كثرة التدخلات العنيفة. وليد الرجراجي أراد أن يحمي حكيم زياش من الكارت الأحمر وأيضا من التدخلات وأيضا من العصبية، فأخرجه ونزل طارق تسودالي اللاعب المهاجم الخطير المتألق في الفترة الأخيرة. أيضا خروج بلال الخنوس ونزول ريتشاردسون القيمة الكبيرة في وسط الملعب والموهبة القادمة بقوة في وسط ملعب المنتخب المغربي. النهاردة بنبارك لسفيان مرابط المحارب وقلب الأسد لاعب وسط الملعب المغربي على وصوله 50 مباراة دولية بقميص المنتخب المغربي، 50 مباراة دولية بقميص أسود الأطلس، 50 مباراة دولية مع منتخب المغرب. رقم كبير، بنحييك وانت من أهم اللاعبين المتواجدين في وسط الملعب وأيضا في مانشستر يونايتد طبعا وانتقاله الأخير. الأهم في المباراة هو الفوز ب3 نقاط، الشباك النظيفة، البداية الموفقة في رحلة الصعود إلى كأس العالم 2026. أنت منتخب جاي مركز رابع في كأس العالم الماضية، وبالتالي بتكون متخوف من البدايات، متخوف من الفرق الصغيرة، متخوف من أدغال إفريقيا، فكان عليك يعني بعض الضغوط إنك لازم تفوز. ممكن يكون عليك ضغوط إنك لازم تلعب كويس وتلعب أداء جمالي،
ولكن الأهم هو الفوز والثلاث نقاط. مجموعة المنتخب المغربي دلوقتي بعد فوز منتخب النيجر في نفس التوقيت بتاع المغرب وتنزانيا، كان عندنا مباراة النيجر وزامبيا، واستطاع منتخب النيجر أن يفوز على زامبيا 2-1 لتصبح المجموعة وترتيب المجموعة المنتخب المغربي في صدارة المجموعة من مباراة واحدة عنده 3 نقاط، منتخب زامبيا من مباراتين عنده 3 نقاط، منتخب النيجر في المركز الثالث من مباراتين عنده 3 نقاط، ومنتخب تنزانيا من مباراتين في المركز الرابع عنده 3 نقاط، والكونغو في المركز الأخير، وأريتريا طبعا مش موجود في المجموعة من مباراة واحدة، الكونغو 0 من النقاط. وبالتالي هذه المجموعة المغرب زامبيا النيجر تنزانيا كلهم 3 نقاط. ده بالنسبة لمجموعة المنتخب المغربي. النهاردة كان في نتائج طيبة جدا جدا للمنتخبات العربية، أهمها فوز المنتخب التونسي على منتخب ملاوي، صحيح 1-0 بضربة جزاء يوسف المساكني، والأداء مش عاجب الجماهير التونسية، ولكن فوز و3 نقاط وشباك نظيفة وتصدر المجموعة ب6 نقاط. مبروك لمنتخب تونس. بالمناسبة أيضا منتخب الصومال كان بيلاعب منتخب أوغندا، وللأسف هزيمة المنتخب الصومالي المباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام الجزائر 1-0 أمام أوغندا. موريتانيا وجنوب السودان 0-0. أيضا منتخب ليبيا بيعمل نتيجة طيبة أمام المنتخب الكاميروني 1-1. منتخب الكاميرون اللي فاز على منتخب البرازيل في كأس العالم بيفوز بيتعادل مع منتخب ليبيا 1-1، يعني نتيجة طيبة للمنتخب الليبي والأشقاء في ليبيا، والحصول على النقطة رقم 4 حاجة مميزة جدا. أحرز هدف منتخب ليبيا عبد المنعم عليان. جزر القمر النهاردة اللي بيعمل مفاجأة سعيدة وبيفرحنا، جزر القمر بيفوز على غانا 1-0 ويتصدر مجموعته. الهدف لجزر القمر اللاعب يعني موليدا اللي بيحرز هدف جزر القمر وبيفوز على منتخب غانا. مليون مبروك لمنتخب جزر القمر. وبالتالي الجولة الثانية والجولة الأولى والتوقف الدولي بالنسبة لتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا كان مميز جدا للمنتخبات العربية. مصر فوزين و6 نقاط وتصدر المجموعة، السودان 4 نقاط فوز وتعادل وتصدر المجموعة، موريتانيا نقطة واحدة، جيبوتي 0 من النقاط، ليبيا 4 نقاط ويعني أداء مميز جدا، المغرب 3 نقاط وتصدر المجموعة، الجزائر 6 نقاط وفوزين داخل وخارج الديار 6 نقاط وتصدر المجموعة، الصومال للأسف 0 من النقاط، تونس فوزين وتصدر للمجموعة، جزر القمر فوزين وتصدر للمجموعة. وبالتالي نتائج طيبة ومميزة للمنتخبات العربية في الجولة الأولى والجولة الثانية في التوقف عموما لشهر نوفمبر وتصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم 2026 تصفيات قارة إفريقيا. النهاردة بنبارك لمنتخبنا المغربي وكل المنتخبات المغربية اللي فازت النهاردة. يوم مغربي بصراحة مميز جدا، بدأناه بتأهل تاريخي لمنتخب الناشئين أقل من 17 سنة إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين بإندونيسيا. بعد كده منتخب المغرب اتعادل مع منتخب مصر للشباب في دورة اتحاد شمال إفريقيا اللي فاز بها منتخب تونس وبنبارك له. بعد كده منتخب المغرب للفوتسال اللي فاز على منتخب ليبيا 6-2. هارد لك لمنتخب ليبيا ومبروك لمنتخب المغرب للفوتسال. أيضا منتخب المغرب الأولمبي اللي قدر يفوز على أمريكا وديا 1-0. ودلوقتي منتخب المغرب بيختم الليلة والسهرة بفوز 2-0 على تنزانيا. وبالتالي هنا نقول يوم مغربي بامتياز. في آخر الفيديو أتمنى عمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.